لماذا ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا؟ هذا الحدث الاستثنائي الذي لم يحدث على الأرض من قبل، وفي أي حقبة لم يتكرر، وحطم مقولة التاريخ يعيد نفسه. لماذا حدثت الثورة الصناعية في القارة العجوز، إذا صح هذا اللقب، رغم أن أفريقيا أغنى وأقدم وأكبر من أوروبا؟ لماذا لم تحدث الثورة الصناعية في أفريقيا؟ لنترك أفريقيا قليلا. لماذا لم تحدث في آسيا، رغم أن آسيا فيها الصين التي كان يضرب بها المثل في العلم، حتى قيل اطلب العلم ولو كان في الصين؟ لماذا لم تكن الصين محور الحدث الذي فجر الثورة الصناعية، رغم كل العوامل التي توافرت لديها من علوم متراكمة ويد عاملة ومعرفة تطبيقية وموقع متميز واستقرار سياسي في عهد الإمبراطوريات الصينية؟ ولماذا لم تحدث في الهند؟ هذا السؤال يمكن أن يطرح كذلك على أمريكا الشمالية والجنوبية، فهي غنية جدا بالموارد، وكانت الشعوب الأصلية تتمتع بحكم مستقر وعصور من الازدهار، فلماذا لم يحدث عندهم مثل ما حدث في أوروبا؟ الحقيقة، هناك 3 عوامل رئيسية حدثت في أوروبا ولم يشهد لها العالم مثيلا. أوروبا تختلف جغرافيا وزمنيا ودينيا عن باقي العالم. السبب الذي جعل أوروبا تختلف عن أفريقيا هو أن أوروبا صغيرة الحجم مقارنة بأفريقيا، ومواردها ليست متاحة طوال السنة مثل أفريقيا. لاحظ أن الشتاء القارس في أوروبا أجبر السكان على تطوير بيوت وملابس وطرق تخزين الغذاء والتجارة، بل حتى الحرب لم تكن خيارا، بل كانت إجبارا لمعالجة زيادة السكان. كانوا يضطروا لخوض حروب والاستعمار لإيجاد موارد، ومقارعة دول في حالة السلام بسبب مواردها الكثيرة مما أدى لتطورهم. أما أفريقيا فبسبب جوها الاستوائي ووفرة الموارد المستمرة طوال العام وعدم وجود شتاء شديد البرودة مثل أوروبا، أدى ذلك إلى اعتماد الأفارقة على خيرات الطبيعة، ولم يبذلوا جهدا أكبر في الحروب والتطور، لأن صغر حجم أوروبا وتقلب المناخ جعلها تدخل في حروب كثيرة وطويلة، مما طور طرق صناعة الحديد لصناعة الدروع والسيوف وأدوات الهجوم والدفاع والبناء. هناك أيضا اختلاف عن الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا مثل الهند وإيران وباكستان. ففي أوروبا أدى انتشار الطاعون إلى تخلخل سلطة الكنيسة، حيث مات أغلب الذين يقرؤون ويكتبون، والكتب كانت باللغة اللاتينية، مما ترك عامة الناس الذين كانوا يقلدون طقوس، فأصبحت هناك مرونة، فليس هناك يقين عند طبقة العامة من الناس بعد أن قضى الطاعون على الرهبان. هذا أدى إلى مرونة في المعتقدات والتفكير خارج الصندوق، وقد أدى إلى تشكيك بقداسة الكنيسة، مما جعلهم يتفوقون على المسلمين الذين كانوا يعيشون في بيئة صعبة وبها حروب كثيرة، لكنهم أصيبوا بالجمود الفكري والتحجر العقلي، مما أدى إلى تدهور الإنتاج العلمي، بل ومحاربة العلماء وتكفيرهم. وعلى عكس أوروبا التي كانت دول قبل أن تدخل لها المسيحية، العرب كانوا بدأوا فتشكيك بدين، يعني تشكيك بشرعية وجودهم، فأصبحوا أكثر تحجر لمطامع دنويه، بينما الأوروبيين أصبحوا أكثر مرونة أيضا لمطامع دنيويه، فشرعيتهم لسلطه لا تقوم بالأساس على دين، ولو ادعوا في بعض الأحيان ذلك، ولا سيما بوجود اليهود، فكانت تعنت تجاه العلماء والباحثين في العالم العربي شد. نعم، أوروبا كفرت العلماء وقتلت من يفكر، لكن بسبب الطاعون وتخلخل سلطة الكنيسة بعد الحروب الصليبية، أدى ذلك إلى انشقاقات وحروب دينية زعزعت القوة الكنيسية في نفس الشعب، وبدأوا يبحثون عن شرعيه جديده، وهي العرق الأذكى. وأخيرا، الاختلاف الأهم والجذري الذي جعل الغرب يختلف عن الشرق وعن الصين، فالصين ليس بها هيمنة دينية مثل أوروبا، بل تجد أكثر من مدرسة فكرية، وأكثرها متأثر بالطبيعة، فضلا عن تباين الفصول وكثرة الحروب. فالصين تضافرت بها كثير من العوامل المماثلة لما توافر في أوروبا، بل أكثر إيجابية. لكن النقطة التي حدثت في أوروبا ولم تحدث في الصين هي اكتشاف العالم الجديد، أي أمريكا الشمالية والجنوبية. هذا الأمر أدى إلى طفرة اجتماعية وثقافية، قوة الحضارة الغربية وقوة الاكتشاف والمغامرة. كما نعلم، مع المخاطر تضعف نسبة الربح والخسارة. اكتشاف عالم جديد وقارة جديدة بشعب بدائي لم يمر بصعاب وظروف قاسية أدى إلى حصولهم على 10,000 سنة إضافية دفعة واحدة.
نعم، أزعم أن استعمار العالم الجديد أضاف ما قيمته 10,000 سنة من المعرفة للعالم الغربي، ولو أنهم ساروا بشكل طبيعي لانتظروا 10,000 سنة حتى يصلوا إلى هذا الحال. في النهاية انتقلت معرفة 10,000 سنة إلى أمريكا والصين وباقي العالم، وتضاعفت لأن دالة المعرفة دالة مسية وليست خطية، تبدأ من 2 إلى 4 إلى 16 إلى 256 إلى 65,536، وليس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إلخ. وكذلك ضياع المعرفة للأسف أيضا ناسي.